ليه الموتور ال2 جي زي هو حلم حياه اي واحد بيجري بعربيته؟ ايه السر ورا الاسطوره دي؟ ولا هو فعلا اسطوره اصلا، ولا مجرد حاجه واخده حجم اكبر من حجمها؟ ولا ازاي اصلا موتور قوته كلها 280 حصان وقادر ينط بمنتهى السهوله ل 700 و800 حصان على ستوك انترنالز؟ طب ما كانت الشركه نزلته من البدايه اصلا 700 ولا 800؟ ده اللي نعرفه في حلقه النهارده. انا طارق عبد الله ابو المواتير، ودي المواتير بالعربي، والنهارده هنتكلم عن ال2 جي زي. يلا بينا. بص يا اسطى، لو ما تعرفش فالعالم فيه حته موتور كده صغير اسمه ال2 جي زي. الموتور ده كان بينزل زمان في التويوتا سوبرا المارك 4 في التسعينات تقريبا، وكان عامل وستيل لسه عامل قلق كبير فشخ. الناس بتبص له يا جدعان نظره اعجاب مبالغ فيها جدا، ولما بتسمع اسمه والله لو حطيته في مقارنه مثلا مع عربيه لافيراري يقول لك لا يا عم اكيد ال2 جي هيطلع. وللامانه هو فعليا واحد من اهم واجمد واجمل المواتير في تاريخ الصناعه بالكامل. دي مش مبالغه، المحرك اسطوري فعلا، بس اسطوري في حته كده محدده لوحده، ده اللي هنعرفه يعني خلال الحلقه دي كلها. وده تقريبا الموتور الرسمي للتعديل جوه مصر، بره مصر، في الخليج، في امريكا، في اوروبا. طبعا هو كان الموتور الرسمي للتعديل في مصر زمان ايام ما كان ب 20000، ولما رفع الدولار بقى ب 30000 جنيه، ويا لهوي ال2 جي بقى ب 30000 وبتاع، فاهم دلوقتي؟ فاهم؟ المهم يعني يا جدعان ان اي عربيه بتدريفت بتركبه، اللي طالع ستريت ريس بيركبه، اللي طالع دراج ريس بيركبه. والمثير للسخريه ان في ناس حتى وهي طالعه بره وصحراء مركباه، تلاقي هيلكس ماشيه مركبه 2 جي تربو قد دماغك. في ايه يا جدعان؟ ماله الموتور ده؟ ماله؟ يعني ايه كلمه السر في الموتور؟ هنعرف في الحلقه ولا احنا عاملين الحلقه ليه؟ بص يا سيدي، عيله ال2 جي زي عموما فيها 3 مواتير. هو فيها موتور واحد هو اللي عليه العين والليلي وعامل كل الافشخانات اللي احنا بنسمع عنها دي كلها، رقم الكودي بتاعه او اسمه يعني ال2 جي زي الجي تي اي. ده تاني. بص انا اسف يا رنا، انا اسف، انا فعلا عايز بطلع عن النص، فانا اسف. هنبدا يا اسطى تاني من الحوار. الموتور ده بكل بساطه جاي معاك في اي حاجه. كلمه السر في الحوار ده كله هو الهندسه المبالغ فيها او الاوفر انجينيرنج، وان مفيش اي استخسار في القصه. صباح الفل، تويوتا بتعمل لك موتور في التسعينات، واخد بالك؟ لا في بقى استخسار ولا حوارات بيئه، فانت معاك اكتر شركه اعتماديه في كوكب الارض. فاهم الفكره؟ الموتور بكل بساطه عباره عن 6 سلندر ان لاين في خط مستقيم، 3000 سي سي توين توربو، وبقوه 280 حصان في السوق الياباني، ورفع ل 320 حصان لما راح للسوق الامريكي. تمام يا ريس؟ قلت لي تمام. المحرك كان فيه كل المقومات اللي تخرج منه اكتر من ال 280 حصان دول بكتير، ولا كان فيه اتفاق ضمني ما بين كبار مصنعي السيارات في اليابان زي تويوتا وميتسوبيشي ومازدا وهوندا وغيرهم يعني كتير. الاتفاق الضمني دوت بقى بينص على ايه؟ انهم مش هيعملوا عربيات بمواتير قوتها تتجاوز ال 280 حصان، علشان خاطر ساعتها كان في تزايد غير عادي في كميه او قدر الحوادث اللي بتحصل في اليابان، واللي غالبيه الحوادث دي كان بتبقى ما بين فئه الشباب وبسبب السرعه. فقرروا ان هم مش هيعملوا محركات قوتها تتجاوز ال 280 حصان حتى لو المحرك ده قادر يتجاوز 280 حصان. فالنتيجه بكل بساطه ان تويوتا حرفيا كتفت المحرك ال2 جي زي عند 280 حصان، في حين ان هو كان عنده كل المقومات اللي تخليه تكسر الرقم ده بكتير. طيب ايه هي بقى العوامل دي؟ سمي الله يا باشا وركز معايا. فتح كلام كده يا باشا. البلوكه حديد الاهم بقى، وركز معايا في النقطه دي قوي. المنطقه اللي حوالين السلندرات اللي هي اصلا اكبر نقطه ضعف واول منطقه بتتكسر من البوست العالي، المنطقه دي هي كمان مليانه بالحديد مش مفرغه، في حين ان كل المواتير او غالبيه العظمى من المواتير اللي بتنافس ال2 جي زي المنطقه ديت اللي فيها مفرغه، وبالتالي هي نقطه ضعف كبيره جدا تمنعك من انك تفتح بوست عالي. لكن يا باشا صباح الفل، تويوتا بتعمل لك موتور فالمنطقه دي كلها مش مفرغه، كلها حديد، فافتح يا باشا بوست عادي جدا وانا معاك، البلوكه مش هتتكسر. 700 حصان يا باشا روح، 800 يا عم انا معاك، بقول لك يا عم فكك من دي. عمود الكرنك معمول من الصلب بصراحه. طب غير بقى الجنب بتاع الحديد والصلب واحمد عز اللي احنا بنتكلم عنه ده، على الجنب الثاني الهيد بتاعه الموتور معموله من الالومنيوم، واللي هو بيساعد بشكل ممتاز على التبريد. مارك كده النقطه دي عشان هنرجع لها تاني كمان شويه. لا كمان شويه ليه؟ بص يا اسطى، انت دلوقتي واخد بالك من الحته اللي هي كانت المفروض مفرغه من الحديد في البلوكه بتاعه الموتور؟ احنا قلنا اللي هي في ال2 جي مش مفرغه، فيها حديد وبتاع. الحوار دوت بقى للاسف بيساعد جدا ان الموتور يحتفظ بالحراره، دي حاجه مش كويسه. مش سهل ان هو يشتت الحراره او يفرغ الحراره، والنبي المهندسين بلاش تتحنيكوا في الكومنتات تقول لي في فرق ما بين يشتت وما بين يفرغ، ما تطلعوش الثيرمال عليا، عادي البساط احمدي يعديها. المهم يعني يا جدعان ان الحشوه الحديد اللي حوالين السلندرات ديت بتحتفظ بشكل ازيد شويه كده بالحراره، على عكس بقى الالومنيوم اللي هو غيره تماما في موضوع الحراره ده. فالكفه متعادله سيكه، فاهم انت؟ ما سوحكش جامد يعني
يعني مش من مشاكل الموتور ان هو بيسخن، لا عادي فاهم، رايحه جايه. المهم يعني يا جدعان ان للمفارقه المثيره للسخريه ان كلمه السر في نجاح واحد من افشخ المواتير الرياضيه في التاريخ اصلا يعني هو الاعتمادات المفرطه، فاهم؟ الضد تماما. الموتور مش بيموت يا جدعان، والله دي بجد مش قلشه. الموتور ما بيعطلش، ما بيتكسرش، ما بيموتش، فيش خالص. على الجنب التاني بقى تماما، فانت محتاج ايه اصلا علشان خاطر تطلع ال2 جي زي من ال 280 حصان بتوعه ل 700 ولا 800؟ بجد والله محتاج ايه؟ غير التوربتين الصغيرين، توربينه كبيره غبيه بنت طقم تبريد، اكزوست، وتاون الاي سي يو، والحمد لله على السلامه يا باشا. انت معاك موتور 600 حصان، لو تعرف كسره كسره يا عم. عايز تفضل في السيف سايد خليه 500 حصان يا عم، 400 حصان، ايه رايك؟ ال2 جي زي خلى الموضوع سهل بشكل مبالغ فيه، سهل ان انت توصل ل 400 و500. فاحنا بقينا دلوقتي في 2023 لما بنجرب مثلا عربيات 300 حصان بنقول هي لسه بتشق طريقها في القوه. والله ده بجد فعلا. في عربيات زيرو دلوقتي كنت بجربها مثلا من سنه او سنتين عامله بتاع 300 حصان عادي، والله عادي، حلوه بتجري جميله بس مش مبهره، فاهم؟ ما تخوفكش. البق بتاع 300 حصان بقى عادي يا اسطى، اللي هو انت فاهم الفكره؟ طيب لو انت بقى عايز تطلع نفس القوه ديت من اي موتور تاني غير ال2 جي زي هتحتاج بقى تغير ايه؟ يعني احنا في ال2 جي غيرنا التوربينه على الاكزوست، طقم التبريد، الاي سي يو تيون. اي موتور تاني بقى لا غير كله بقى، كل الانترنالز، هتغير كامات، صمامات، انترنالز. فباختصار شديد كلمه السر في نجاح الموتور ال2 جي زي وان تويوتا اللي عملته مش اي شركه تانيه، وان هي قدرت توظف الاعتماديه بالشكل اللي يخدم على الرياضيه. تويوتا اسم كبير يا جدعان، اسم كبير فعلا وله ثقله. تويوتا ليها فضل على صناعه السيارات، وتويوتا اكبر بكتير من الكورولا والكامري اللي احنا بنشوفهم في الشارع، مع انها على فكره عربيات فعلا مش هينه بغض النظر عن طبيعتهم ايه او عن العيوب اللي فيهم. لا معلش، كورولا اكتر عربيه مبيعا في كوكب الارض مش من فراغ. محدش ظبط الخلطه في العالم زي تويوتا، وفي اي حاجه، فخامه، رياضيه، اقتصاديه، عائليه، صحراء وبر، فلا يعني ادي تويوتا حجمها اكبر من كده. وعلى فكره يا جدعان والله الموتور فيه كميه تفاصيل تانية انتوا لا تتخيلوها. انا بجد قلت لكم المعلومات اللي هي على الوش كده من فوق، حاجه كده على طرف المعلقه، لكن الموضوع فعلا اكبر من كده بكتير، والموتور ده اعظم من كده بكتير. وحلم حياتي ان الموتور ده يتباع ككريت انجن، والله اكاد اجزم ان هو هيحقق مبيعات ممكن تغير مستقبل الصناعه بتاع السيارات كلها بقى، فاهم؟ والله يا عم الواحد كان مشتاق لحلقات البترول هيدز دي. يا جدعان اكتبوا لنا في الكومنتات عايزين نتكلم عن ايه تاني، عربيات بقى، تاريخ مواتير، قشطه، انجوي يعني. وبس يا سيدي، انا طارق عبد الله، دي مواتير بالعربي. سلام عليكم، اتفضل.